خطواتها. وإحنا الأوروبيين ننادي بالكولكتيفيزم، الجماعية. عرفت شلون؟ وانت يا أمريكا إذا ما وقفتي عند حدودك فراح يصير رفت، راح يصير انشقاق في الناتو مالنا. هذه من النقاط اللي ناقشها كيسنجر، ويقول كيسنجر احنا مختلفين في هذا الأمر يعني. فاهم شلون؟ فهذا كله يوتر الحالة عندنا بالخليج، لأن احنا البطن الرخو لكل من أمريكا وبريطانيا وأوروبا. البطن الرخو اللي أي واحد يطقه يعور يعني. ووضعنا مختلف بالمقارنة مع الإيرانيين والعراقيين. بالضبط، هذولاك يقدرون يتحملون. إيران والعراق عراق يعني، ذولاك متعودين على الطق والمطاقق تاريخيا يعني، وعندهم يعني قوة ونفس طويل كبد بعير عندهم. طبعا هذا حق المشاهدين هو يعني مثل يقال عندنا يعني بالخليج يعني. طيب